بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. يلا بقى، بما إن العيد قرب، تعالوا بقى نعمل شوية رقاق قمر قمر قمر. حاجة كده جميلة جميلة جميلة، لا تشتريها من بره بقى ولا تروحي تجيبيها، لا انت هتعمليها في البيت. فرحة، حتى هتفرحي ولادك معاكي، هيقعدوا يعملوا معاكي، وحاجة فرحة وحاجة جميلة قوي. يلا حبايب قلبي بقى، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اول مرة تشوفوني، يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر ده ازاي. ده كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق يا حبايب قلبي. هنعجنه بايه؟ انا مش حاطه الا حبه بيكنج بودر وحبه ملح، مش اكتر من كده. حبه بيكنج بودر حوالي معلقه صغيره، وقدهم ملح. تمام كده. طبعا في البدايه هنبدا نعجن بايه؟ بكوبايه من الميه. هحط كوبايه من الميه، وفي كوبايه تانية طبعا عشان نشوف ايه. يعني انا مجهزه بصراحه كوبايتين ونص، حسب بقى ما ياخد معايا. انا هقول لك هو خد ازاي قد ايه بالظبط. ابدأي بقى عجيني، حطي الميه بالتدريج حبه حبه، لان عجينه الرقاق بتبقى يعني ناشفه شويه. لازم تبقى ناشفه شويه عشان تعرفي تفرديها. هي بتبقى ناشفه بس بتلزق. تمام. طبعا حطي الميه بالتدريج حبه حبه كده. هم خدوا معايا حوالي كوبايتين وربع من الميه. هتملكي بقى، املكي على قد ما تقدري. لازم العجينه لازم تعمل عرق معاكي، لازم تمط. تمام. لو ما مطتش معاكي عمرها ابدا ما تديكي النتيجه اللي انت عايزاها. عشان كده انت عجيني بقى بايدك على قد ما تقدري، وهتحطي نقطتين نقطتين كده من الميه، نقطه بنقطه كده، واعجيني بق بق كده، واعجيني لحد ما تلاقي العجينه ظبطت معاكي. وهوريكي شكل العجينه هيبقى عامل ازاي. بس الاهم من ده كله ان انت تملكي العجينه كويس قوي. وملوكي العجينه مش اقل من ربع ساعه، نص ساعه. بصي، حطي همك كله في كيلو العجين ده. تمام كده. ده بصي بقى، ده حاجه يعني مش قادره اقول لك. لازم تملكيها جامد قوي. عجينه الرقاق بالذات لازم يتملك جامد قوي. بصي كده، العجينه لسه برضو هعجنها تاني. اهديها ربع ساعه كمان تحت كده على الرخامه. هنا قعدت حوالي تلت ساعه. ما شاء الله العجينه يا دوب ظبطت معايا هنا. بس هنا بقى حابه اقول لك على حاجه. العجينه بقت قمر اهي ما شاء الله. هنا بقى مش هينفع ان انت تشتغلي على طول، لازم تسيبي العجينه على الاقل ترتاح نص ساعه كده ولا حاجه. لو انت هتعمليها بصي، ممكن تسيبيها ساعه ساعتين. كل ما ارتاحت اكتر كل ما اديتك نتيجه احلى واحلى. هنا بقى انا هجيب صينيه بعد ما سبتها ترتاح. هنا هي ارتاحت حوالي، انا سبتها حوالي ساعه ساعه ونص يعني. يعني سبتها ورحت جهزت غدا واتغدينا والكلام ده كله. تمام كده حبايب قلبي. فهنا طبعا انا همسك اقطعها بقى قطع صغيره على قد الرقاق اللي انت عايزاه. طبعا انا جهزت غدا للولاد. على فكره احنا صايمين، انا بجهز بس للبنت الصغيره الغدا. لكن احنا صايمين الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. طبعا اقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، على قد الرقاق اللي انت عايزاه. حابه رقاقه صغيره اعمليها صغيره، حبايه كبيره اعمليها كبيره. دي حاجه بتاعتك انت، تحكمي فيها زي ما انت عايزه. بس مهم قوي ان انت ترصي على الصينيه تقيل. تمام كده حبايب قلبي. وهنا طبعا هقطعها قطع صغيره، هقطع كل الكميه معايا. زي ما انتم شايفين الرقاق ده قمر قمر. بصوا العجينه بتمط ازاي معايا، تحسي كده انها ملبن. يعني تحسي ان العجينه بتلزق شويه بس حلوه. بصوا ده كده. هنا دي كيلو الدقيق بتاعي كله. هنا بقى هغطيه باي حاجه عندك عشان ما يعملش طبقه قشف. تمام. او يعني ما يبقاش ناشف كده من فوق، لو انتوا مش عارفين يعني ايه مقشف. تمام. هنا طبعا انا هجيب بقى طبعا اللي هفرد عليه ايا كان بقى اللي عندك، على الرخامه، على طبليه، على اي حاجه. افردي مكان ما يريح. هنا طبعا هبدا بقى ارش دقيق. وابداي اعملي بقى بالنشابه. او مثلا لو ما عندكيش نشابه تقدري تستخدمي عصايه مقشه تكون مكسوره عندك زي اللي جنبي دي. انا هعمل بدي حبه وهعمل بدي حبه، والعمليه هتمشي يعني. تمام كده. في الوقت ده طبعا انا كنت مولعه الفرن يسخن عبال ما اعمل كام واحده كده. طبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، فرديها بقى. بصي هتفرد معاكي لو هي ارتاحت، هتفرد معاكي. حابه اقول لك بعد ما قطعتها في الصينيه كده سبتها كمان حوالي نص ساعه. لان كل ما تسيبيها ترتاح اكتر كل ما تديكي نتيجه احلى واحلى. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي ان الشبه هنا كانت تقيله شويه، فبقيت اعمل بيها شويه واركنها واكمل بالعصايه. لان العصايه بصراحه اسهل. بس انا يعني حبيت ان أنا اجرب الاتنين واوريكي ان الاتنين يمشوا. دي تمشي والعصايه تمشي. اللي هي عصايه المقشه كانت مكسوره عندي وانا منضفاها وبشيلها للحاجه اللي زي دي. طبعا جمان قاعده في وشي دلوقتي مش قادره اقول لكم، هي عايزه تاخد من ايدي النشابه وعايزه تقومني انا اصلا وهي اللي تكمل. تمام كده. هنا طبعا زي ما انتم شايفين على اي عصايه بقى هتلفيها عليها كده ونفضيها قوي من الدقيق عشان ما تشطش معاكي في البلاطه. ومهم او بعد كل رقاقه تسويها نضفي البلاطه تحتيها عشان ما تشطش منك اللي بعد كده. لان طبيعي مهما نفضتيها لازم بيبقى فيها دقيق، حتى اللي انت بتجيبيه من بره بيبقى عليه دقيق. ده طبيعي. طبعا في الوقت ده هنا بقى طبعا تقدري تخرجيها. لو انت عايزاها طري تقدري تخرجيها في الوقت ده، هي كده تمام. لكن انا حباه ناشف، فانا هقلبها كده وكده لحد ما تجف معايا. وتديني القوام اللي انت بتجيبوه من بره، اللي هي الرقاق اللي انت بتجيبوها من بره تبقى بتقرمش دي وزي البسكوت كده معاك. هنا هي تمام. لو انت عايزاها طريه زي ما قلت لك خرجيها وهي لسه طريه، هتحطيها فوق واحده فوق واحده هتلاقيها تمام معاكي. تمام كده حبيب قلبي. هنا هفرد كام واحده تانية معاكي. هنا بجرب لك واحده اهو بالعصايه عشان اقول لك ان دي هتنفع. وبالعكس دي العصايه كمان كانت احلى من النشابه بتاعتي. تمام كده. اعمل بقى طبعا هفرد معاكم زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم بالخير يا رب. دي عاده لازم كل عيد نعمل الرقاق بتاعنا الناشف ده. مش عارفه، هي عاده اتعودنا عليها ان احنا كل عيد لازم نعمل الرقاق الناشف بتاعنا.
تمام. هو بيتباع ومش بيتباع غالي، ايوه. الكيلو دلوقتي تقريبا كان ب 30 جنيه، ايوه ب 30 جنيه. بس حابه اقول لك ان كيلو دي ابو 20 جنيه ده عم طلع لك كيلو ونص، يعني ما شاء الله كميه حلوه مش قليله. زي ما انتم شايفين برضو هلفها على العصايه وانفضها كويس قوي كده، وهرجع برضو احطها على البلاطه. بس نفضي من الدقيق، مهم قوي ان انت تنفضي قوي من الدقيق عشان ما يشطش معاكي. ونضفي البلاطه بتاعتك اول باول. تمام كده، هحطها اهو. لو كرمشت معاكي عملت اي حاجه مفيش اي مشكله، اظبطيها بايدك هتظبط معاكي وهتبقى مية مية مفيش اي مشكله. زي ما قلت لك، لو انت حباها طريه مش يا دوب تشمي السخونه وخرجيها. لو انت حباها ناشف هتسيبيها تقلبيها كده وتقلبي كده زي ما انت شايفه كده، هتديكي النتيجه قمر قمر قمر. تمام. الرواق ده يا جماعه من اجمل، بصي مستوي وجميل ازاي. انت بتجيبيه من بره استحاله هيبقى مستوي كده، مش ممكن. لازم بيبقى تحسي ان هو عجين، حتى لو عملتيه في الرواق ولا سقيتيه ولا اي حاجه عملتي منه فته، بتحسي ان هو عجين. لكن اللي انت بتعمليه على ايديكي بيبقى مستوي كويس في الفرن، انت قلبتيه كده وقلبتيه كده طولتي بالك معاه، غير اللي انت خالص بتشتريه من بره. تمام. حابه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مره كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا بقى اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. وقومي بسرعه بقى كده تنشطي، هاتي كيلو دقيق وجربي معايا، جربي على طريقتي. هو كيلو دقيق خد كوبايتين وربع من الميه، والميه دافيه حابه اقول لك، بس اصلا الجو كده كده حلو. فانت حابه تحطي ميه من الحنفيه مفيش أي مشكله. وهتحطي معلقه صغيره من البيكنج باودر، والبيكنج باودر هنا بتخليه يديكي يعني ابقى شويه كده ويبقى حلو مقرمش. وهتحطي طبعا نص معلقه من الملح. وهتعجني بقى بشيء اكتر من كده، هو ده كل المقادير بتاعتي، مش محتاجه اي كلام. زي ما انتم شايفين هلفها على العصايه برضو وهخرجها ادخلها الفرن. بعد كل واحده انا بنضف البلاطه ورايا عشان تبقى نظيفه زي ما انتم شايفين اهو. هدخلها بقى طبعا كده، وبرضو هتقلبي كده وتقلبي كده. حبه طريه هتخرجيها، حبه تنشفيها هتسيبيها حبه وتصبري عليها هتلاقيها جفت معاكي وبقت قمر زي ما انتم شايفين كده. من اجمل الرقاق اللي انت هتعمليه على ايدك جميل قوي. احلى بكتير من بتاع المصانع، احلى بكتير 100 مره. الرقاقه بتاعتك هتلاقيها حلوه كده ومقبقبه وجميله كده ومقرمشه، حاجه تفتح النفس يا جماعه. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبصوا يا جماعه النهارده التكبيرات تكبيرات تكبيرات، يا رب نولنا عرفه يا رب. وارزقنا يا رب الحج وحج بيتك العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا يكتبها لنا جميعا احنا وجميع المسلمين يا رب. هنا زي ما انتم شايفين هخلص بقى الكميه معاكم، عشان طبعا مش حابه ان انا اطول، بس انا حبيت اوريكي كام واحده. عملت واحدتين بالرقاق معاكي، وعملت واحدتين بالعصايه، دي سهله ودي سهله. هتقدري تستخدمي دي ماشي، تقدري تستخدمي دي ماشي مفيش اي مشكله. ولو عندك كمان النشابه التانية اللي هي الصغيره دي اللي بتمسكيها في ايدك برضه هتفرد معاكي تمام. تمام كده هخلص طبعا حبايب قلبي الكميه كلها، وهنرجع مع بعض اوريكم الرقاق القمر بتاعنا شكله ازاي. مهم قوي ان انت تنضفيه من دي حابه اقول لك المعلومه دي كتير عشان البلاطه بتاعتك ما تشطش. وبتلفيه على العصايه كده، اي عصايه بقى عندك مش مفيش اي مشكله، اي عصايه موجوده عندك هتلفي كده عليها وتنفضيها من الرده وتفرديها على البلاطه بتاعه الفرن. على فكره انا عامله في فرن البوتاجاز، وفرن البوتاجاز عاملها جميل قوي مفيش اي مشكله اهو. الرواق طالع قمر 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 زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. يلا بقى لو حابه تشجعيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احط بقى كام واحده، بصوا كده دي خلاص احنا كده في النهايه قربنا نخلص كل الرواق بتاعنا. صلوا على النبي حبايب قلبي، صلوا على النبي، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين كمان مره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وده كان الرواق بتاعنا كده تمام خلاص كده حبايب قلبي. دي كل الكميه اهي ما شاء الله. الكيلو جاي معايا حوالي كيلو ونص، يعني ما شاء الله الكميه كانت حلوه مش قليله. وكفايه ان انت عاملاه وفرحتي عيالك قعدتيهم وعملوا معاكي. يلا حبايب قلبي صلوا على النبي، يلا حبايب قلبي ربنا يحسن ما بين ايديكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.